في مباراة لإياز عثمان مع ناديه يونيوكوس اليوناني أمام نادي باثانيوكوس اليوناني في الدوري اليوناني الممتاز، إياز عثمان انتشل فريقه وحماه من خسارة كانت قريبا جدا لفريق يونيوكوس، وسجل إياز عثمان في آخر المباراة تقريبا هدف جعلت نتيجة المباراة تنتهي بنتيجة 1-1 لكلا الفريقين. طبعا نادي باثانيوكوس اللي سجل عليه إياز عثمان هو متصدر الدوري اليوناني، وللمعلومية باثانيوكوس وأولمبياكوس هي أقوى ناديين في اليونان، ولما يلعبون مع بعض تنقلب الدنيا في اليونان. حتى أنا كنت أحضر الديربي ما بين أولمبياكوس وباثانيوكوس لأنه هذا الديربي جميل جدا ويصير فيه صخب جماهيري قوي جدا. حتى أتذكر لما كنت أحضر هذا الديربي أولمبياكوس يمثل المشجعين الأغنياء، مشجعين نادي أولمبياكوس كله أغنياء، أما نادي باثانيوكوس فهو يمثل المشجعين الفقراء. المهم ما نتأخر عليكم، خلونا نعرض هدف إياز عثمان. باثانيوكوس حاليا طبعا متصدر الدوري في 25 نقطة، ويونيوكوس نادي إياز عثمان في مؤخرة الترتيب للأسف ب8 نقاط فقط. وخلونا نشوف الهدف على السريع. بسم الله الرحمن الرحيم. إياز عثمان سددها تقريبا من قريب خط ال16 وسددها في شباك باثانيوكوس متصدر الدوري اليوناني في الدقيقة 84 83 و58 ثانية. في الدقيقة 84 نقذ إياز عثمان فريقه يونيوكوس من خسارة كانت قريبة جدا لفريقه أمام نادي باثانيوكوس متصدر الدوري اليوناني. شوف الإعادة. إياز عثمان سددها وكالعادة ينقذ فريقه في أصعب الظروف وفي أصعب اللحظات، سواء كانت مع فريقه ولا مع المنتخب. على طول إياز عثمان متألق. هذا كان فيديو اليوم، لا تنسى اللايك والسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.